كأس العالم بدأ وجميع محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم بيتفرجوا على منتخباتها بتلعب اوريدي، ولكن جماهير المنتخب المصري غير مش قادرين نستنى بفارغ الصبر أول فيرست كيك أوف قدام المنتخب البلجيكي بكرة إن شاء الله رب العالمين الساعة 3 بتوقيت كندا، الساعة 10 بتوقيت مصر. وقبل ما ندخل في تفاصيل المباراة وازاي ان انت تكسب منتخب بلجيكا وتحصد اول 3 نقاط في المجموعة بالظبط كده زي ما سمعت، ازاي انك تكسب منتخب بلجيكا، امال انت جاي تعمل ايه؟ هتفضل لحد امتى مستخبي تحت عباءة التمثيل المشرف؟ خدعوك فقالوا هو تمثيل مشرف، ولكن في الحقيقة ان هو تمثيل غير مشرف على الاطلاق. وبتهيألي جه الوقت انك تاخد طموحاتك وطموحات 100 مليون مصري وراك لابعد الحدود. وانت ما شفتش منتخب المغرب عمل ايه في مونديال قطر اللي فات، ولا حتى شفت منتخب المغرب بيلعب ند بند وراس براس قدام البرازيل امبارح وعمل عليه ماتش هايل كان كفيل ان هو يكسب من الشوط الاول مرتاح على اقل 3-0. فخلينا نطلع من عباية التمثيل المشرف ونروح على الشغل اللي بجد. وزي ما توقعت نتيجة مباراة المغرب والبرازيل 1-1، وزي ما توقعت نتيجة مباراة المكسيك وجنوب افريقيا 2-0. هقول لك على توقعاتي لمباراة مصر وبلجيكا ان شاء الله في اخر الفيديو، وانت كمان تقدر تقول لي مقترحاتك في الكومنتس ازاي ان احنا نقدر نكسب منتخب بلجيكا او توقعاتك المباراة. مبدئيا كده بغض النظر عن شغل اللت والعجن اللي موجود في مصر او البرامج المصريه الرياضيه وشغل خالة اللتاتة اللي موجود حاليا، الناس لسه ما عندهاش فكره ان في كاس عالم بيتلعب. طبعا يعني اقذر من كده ما شفتش، ناس بتصفي حساباتها مع كابتن حسام حسن، وناس بتنتقد لعيبه لسه طالعه وناشئه وهي احتمال كبير تبقى مستقبل مصر في المستقبل ان شاء الله. واحد زي حمزه عبد الكريم اللي طلع يتريق عليه كابتن مهيب، احنا يعني الله يرحمه مهيب والله. وشغل خالة اللتاتة اللي موجود في البرامج المصريه ده الغرض منه احداث يعني فتنه رهيبه جدا ما بين جماهير الكره المصريه عموما، مش اهلي وزمالك بس. برضو لسه احنا ما وصلناش لفكره ان في كاس عالم بيتلعب في نعمل سبوت هنا على اكبر حدث كروي تاريخي بيحصل كل 4 سنين. لا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا مين عمل ايه ومين سوى ايه. ما نقدرش نتكلم كوره لان ببساطه احنا مش فاهمين، احنا كل معلوماتنا عن الكوره انها مدوره. هي الكوره ما تفهمنيش صح، لان الناس زي دول لو انت جيت كلمتهم الكوره فعلا هيبانوا قدامك ملط حرفيا، ما يعرفوش حاجه وما يفهموش حاجه. هم بس محطوطين بغرض ما على الشاشات علشان الريتش والكومنتس واللايكس والكلام ده كله، حتى لو شتايم ما عندهمش اي مشكله، شويه جبلات بنتعامل معاهم. نخش في الجد. كابتن حسام حسن قدامه مباراه من العيار الثقيل قدام منتخب بلجيكا. وقبل ما ندخل في تفاصيل المباراه تعال نبص على الفريندلي جيمز اللي حصلت لمنتخب مصر ومنتخب بلجيكا. هتلاقي ان منتخب مصر اتعادل مع اسبانيا وعمل ماتش عالي جدا، كان كسب السعوديه 4-0 وعمل ماتش عالي جدا، خسر من البرازيل 2-1 وعمل ماتش متوسط الى حد ما، وكان كسب روسيا 1-0 برضه باداء يعني مش يطمن قوي. على الناحية الثانية منتخب بلجيكا لعب مباريات قوية جدا كتحضير لكأس العالم. على رأس هذه المباريات كان كسب منتخب أمريكا 5-2، وأخيرا أو مؤخرا كسب منتخب تونس 5-0، وكمان كان لاعب كرواتيا وكسبها 2-0، وعمل مباريات تكتيكية عالية جدا. خد بالك هو طحن المنتخب الأمريكي 5-2، المنتخب الأمريكي اللي عمل أول جيم ليه في كأس العالم ولا أروع، وطحن المنتخب منتخب أوروغواي 4-1. فأنت تقدر من هنا تتخيل قوة المنتخب البلجيكي عاملة ازاي. ولكن خلينا نقول ان الفريندلي جيمز او المباريات التحضيريه غير خالص المباريات الرسميه اللي بتلعب فيها على 3 نقط او النوك اوت. بالنسبه يا صديقي العزيز لمبارياتنا مع منتخب بلجيكا فاحنا قابلناهم 4 مرات. كان في بدايتها سنه 99 وكسبنا بهدف حازم امام وكسبنا المباراه 1-0. بعد كده تقابلنا معاهم سنه 2005 وكسبنا المباراه دي 4-0. سنة 2018 وكسبنا 3-0، واخر مباراة جمعت ما بين المنتخب المصري والبلجيكي كانت 2022 وانتهت بفوز منتخب مصر 2-1. من خلال المباريات اللي شفتها المنتخب البلجيكي مؤخرا انا هقول لك على نقط الضعف والقوة. هم عندهم نقط القوة اكتر بكتير من نقط الضعف. نقطة قوة المنتخب البلجيكي في حاجة ملحوظة جدا الا وهي الشوط من بره 18. كلهم ما شاء الله شويطة، اي كوره بتنزل او تعمل لها دروب بره 18 طب هتلاقي واحد بيشوطها دايركت على الجون. هنا هيجي دور مصطفى شوبير. بصراحه انا يعني مطمن ان مصطفى شوبير واقف بسم الله ما شاء الله واكتسب ثقه غير طبيعيه في المباريات الاخيره، وبدا يحس فعلا ان هو حارس كبير جدير بحراسه منتخب مصر في كاس العالم. فدي
اكتر الحاجات ومن اكتر الاجوان المنتخب البلجيكي جابها، الا وهي الشوط من بره ال 18. والنقطه دي بالتاكيد عشان تتغلب عليها لازم لعيبه خط النص تكون واعيه تماما، ما تديش اي فرصه للناس القادمين من الخلف ان هم يشوطوا على مصطفى شوبير، خاصه لما الكرات بتتلعب عرضيه، خاصه لما حد بيدفع اوفر والكلام ده كله. يعني هيبقى في لود كبير جدا على واحد زي مروان عطيه، على واحد زي مهند لاشين لو هيلعب، وعلى واحد زي امام عاشور لو هيلعب. خطه لعب منتخب بلجيكا كلها تقريبا مبنيه على اللعيب المهاري، واسرع واحد فيهم ذو ال 24 عاما دوكو، لاعب مانشستر سيتي او زميل عمر مرموش. لو لاحظت في كل مباريات منتخب بلجيكا هتلاقي الناس كلها عينيها على دوكو، بيشوفوا هو فين وبيروحوا مرروا الكوره. بصراحه هتبقى مباراه صعبه جدا على محمد هاني، ولكن هيهات محمد هاني لاعب قدام عتاولة العالم. هو ستايل دوكو يعني زي ستايل فينيسيوس كده، ومحمد هاني عنده خبره مع فينيسيوس في المباريات الرسميه لما كان بيلعب في الاهلي، وفينيسيوس طبعا بيلعب في ريال مدريد. فهتبقى مهمه صعبه جدا على محمد هاني، ولكن احنا ان شاء الله واثقين ان هو قدها وقدود. دوكو واحد من اخطر اللعيبه اللي موجوده في المنتخب البلجيكي، ولكن ده مش هيمنعنا ان احنا نتكلم عن بقيه عناصر المنتخب البلجيكي زي حراس المرمى كورتوا طبعا وما ادراك وما كورتوا. عندك كمان كيفن دي بروين اللاعب السابق لمانشستر سيتي. كيفن دي بروين لسه يا جماعه بيدي في الملعب لحد دلوقتي، المايسترو بتاع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا فيه لعيبه كبيره زي كورتوا في حراسه المرمى، عندك لوكاكو في خط الهجوم، عندك كمان لعيب رقم 14 لوكباك، ويا الله على هذا اللعيب. هو ما بيبداش اساسي، ولكن لما بين الاحتياطي بيقلب المباراه راسا على عقب. عارف كده دوكو ناحيه الشمال، هو دوكو ناحيه اليمين، ولكن على رجل شمال. فبرضه فتوح لو هيبدا المباراه كاساسي باك شمال هيكون قدامه مهمه صعبه جدا. وطبعا عامل فتوح السبرنت اللي فينيسيوس قطع قدامك ده الكلام ده ما ينفعش خالص. عايزين كده نشد حيلنا في الماتش ان شاء الله ونوقف اهم اجنحه للمنتخب البلجيكي، لان مش عايز اخبي عليك حاجه. منتخب بلجيكا لو انت قدرت توقف خطوره دوكو بالذات، انت حرفيا قضيت على 50% من قوه المنتخب البلجيكي في المباراه. نيجي لنقطه ضعف. اهم نقطه ضعف انا شفتها عند المنتخب البلجيكي هي الكرات العرضيه والتمركز الغلط للمدافعين بتوعه، خصوصا في الكرات الركنيه. فهنا انا بقول في اي ركنيه هيكون عندي ياسر ابراهيم فرصه كبيره جدا ان هو يتقدم في اي ركنيه، وهيكون عنده فرصه كبيره جدا ان هو يسجل هدف. وعندي توقع ان ياسر ابراهيم احتمال كبير ان هو ان شاء الله يجيب جون في المباراه دي. برضه من اهم النقط اللي شفتها للمنتخب البلجيكي هو الارتداد الدفاعي. المنتخب البلجيكي بيضغط ككتله واحده وعندهم تباطؤ كبير جدا في الارتداد الدفاعي. انا عارف ان الخطه دي هي الكابتن حسام حسن بيعتمد عليها في معظم المباريات، خصوصا قدام المباريات المنتخبات القويه. فهنا هيكون في دور كبير جدا على محمد صلاح، وان شاء الله بقى ان يعني نخلص من لعب الشوكه والسكينه. محمد صلاح بقى يسترجع امجاد ليفربول والسبرنتات والثرو باس والحاجات دي كلها، اكيد هتبقى مهمه كبيره جدا على محمد صلاح وعمر مرموش. بالنسبه لعمر مرموش انا مش حابب ان انا العب بيه كمهاجم صريح. عمر مرموش بيأدي بأداء اعلى كبير جدا واعلى كتير جدا في ناحيه الوينج. يعني احنا عارفين ان بيب جوارديولا بينزله مكان هالاند والكلام ده كله، بس تحس ان هو تايه في البوزيشن ده. بس عمر مرموش بيدي مجهود كبير جدا، بيعدي واحد لواحد كويس سريع ما شاء الله على الوينج. فانا من وجهه نظري ان عمر مرموش لازم يبدا قبل تريزيجيه. ما تقلقش هنتكلم عن التشكيل كمان شويه. نيجي بقى للمنتخب المصري طبعا، وكابتن حسام حسن يعني شايل امال 100 مليون مصري ان احنا ان شاء الله نروح في كاس العالم دي بالذات لابعد الحدود. زي ما قلنا كفايانا تمثيل غير مشرف، هو بالنسبه لي تمثيل غير مشرف انك تطلع حصيله مجموعه، ده تمثيل غير مشرف. انك تتلقى هزايم كتير، ده تمثيل غير مشرف. فعايزين نروح ان شاء الله رب العالمين لابعد الحدود في كاس العالم دي. كابتن حسام حسن دايما احنا عارفين ان هو بيلعب بطريقه سيب لهم الكوره واحنا هنلعب على المرتدات، او سيب لهم الكوره واحنا هنلعب على التحولات. والموضوع ده اي نعم ممكن يمشي قدام المنتخبات، ولكن ما اعتقدش ان هو هيمشي قدام كل المنتخبات. طيب ايه الطريقه اللي احنا نقدر نلعب بيها عشان نقدر نكسب منتخب بلجيكا؟ زي ما قلنا اول حاجه لازم توقف خطوره واحد زي دوكو ده ناحيه الشمال، علشان انت كده زي ما قلنا بتقضي على 50% من قوه بلجيكا. تاني حاجه عشان تكسب المباراه دي خط النص. وخط النص هنا انا بتكلم على لعيب بعينه، شويط مهاري سريع بيعمل ثرو باس غير طبيعي،
الارتداد الدفاعي بتاعه قوي جدا، وطبعا يعني من كل المواصفات دي اكيد انت عرفت انا بتكلم على مين، الا وهو امام عاشور. يعني في المباراه دي انت لو عايز تلعب بمهاجم صريح عندك حل من الاثنين، يا تلعب ب حمزه عبد الكريم من اول مباراه، ودي هتبقى مهمه تقيله جدا عليه، ولكن يعني خلينا نكون صراحه، تعال نبص على منتخب المغرب واللاعب اللي عنده 18 سنه اللي قلب الدنيا حرفيا من امبارح، اللاعب اللي اسمه ايوب. يعني خلينا نقول يا جماعه خلاص محدود السن في الكوره دي، يعني كل ما تكون اصغر المفروض يكون عندك طاقه اكبر. يعني عايزين نخلص من حته بقى ان هو ما عندوش خبره، اللي عندنا خبره، اللي عنده خبره عندنا لازم يكون عنده 30 سنه، فدي حاجه بصراحه مفهوم لازم يتغير في كره القدم. مش عايز تلعب بمهاجم صريح، احنا ممكن نلعب بمهاجم وهمي، وهنا انا بتكلم خصوصا على زيكو وامام عاشور، هو ممكن يبدلوا ادوار. هيكون عندك زيكو وامام عاشور مرموش ناحيه الشمال وصلاح ناحيه اليمين، وكلهم ما شاء الله رب العالمين يقدروا ان هم يلعبوا حته المهاجم الوهمي على الجون، كلهم بدون استثناء. خلينا نكون صراحه مع بعض، ما فيش اختلاف على بعض اللعيبه اللي هي قوام المنتخب المصري. عندك زي مثلا شوبير في حراسه المرمى اللي اكتسب ثقه كبيره جدا في المباريات الاخيره. في خط الدفاع عندنا ياسر ابراهيم طبعا ورامي ربيعه، ناحيه اليمين محمد هاني والله يكون في عونه بصراحه، ناحيه الشمال احتمال كبير هيكون احمد فتوح وبرضه الله يكون في عونه. عندك في خط النص هيكون عندك مروان عطيه ومهند لاشين اللي يعني ما قدمش مباراه كبيره قدام برازيل او كان عنده خضه كبيره، ولكن ان شاء الله يقدر ان هو يقدم مباراه كبيره قدام منتخب بلجيكا. قدامهم هيكون امام عاشور وزيكو، وعندك على الطرفين مرموش وصلاح. يعني بصراحه سكواد تقيل، لازم تصدق ان هو سكواد تقيل. هو بس خطه اللعب هي اللي هتحدد شكل المباراه بيبقى عامل ازاي. واتمنى كابتن حسام حسن ان هو يلعب على المكسب، لانك لو لعبت على المكسب صدقني هتكسب المباراه. مهم جدا الخط الامامي يرجع يعمل واجباته الدفاعيه، يعني حته النوم في الخط دي حتى لحد نص الملعب لازم ترجع مع المدافع بتاعك. مهم جدا برضو انك تحط عينك على اللياقه البدنيه وازاي انك تمشي المباراه بالتايم لاين المظبوط. يعني اي لعيب بيأثر في واجباته الدفاعيه او البدنيه او الخططيه يطلع مهما كان اسمه. وهنا طبعا احنا بنتكلم على اسامي كبيره، واحد بيلعب في مان سيتي وواحد بيلعب في او اكس ليفربول، انا ما عنديش مشكله، اهلا وسهلا. هتأدي في الملعب اهلا وسهلا، مش هتأدي في الملعب بره ونزل واحد مكانه، خصوصا ان انت عندك دكه تقيله برضو. يعني حته الليفرج في التغييرات دي موجوده عند كابتن حسام حسن، فاتمنى التغييرات تبقى بدري، نقرا الجيم كويس ونقراه بدري ان شاء الله رب العالمين. توقعاتي مباراه مصر وبلجيكا، منتخب مصر هيكسب المباراه دي 2-1 ان شاء الله رب العالمين. قول لي بقى رايك وتوقعاتك في الكومنت في مباراه مصر وبلجيكا، وهل احنا قادرين ان احنا ناخد اول 3 نقط، ولا الماتش هينتهي تعادل، ولا لا قدر الله هنشيل اول قبح في كاس العالم. السلام عليكم.